أول وأصغر مخترع في العالم، فكرته اتولدت من قلب صعيد مصر، وبسبب مهارته في الفك والتركيب ابتكر عربية كاملة بتنافس عربيات الكهرباء وهو لسه في ثانوية عامة. كل حاجة صنعها على إيده وحوش تكلفتها من مصروفه. سعر العربية 5000 جنيه بس، وسرعتها بتنافس الطيارات. ورغم صغر سنه إلا إنه حلف يركب الغني والفقير عربيات. يا ترى إيه حكاية الولد ده وعمل إيه لما كبر؟ تعالوا نعرف إيه الحكاية. في مدينة هادية من مدن الصعيد، وتحديدا يعني في مركز الوقف بقنا، كان في ولد صغير اسمه إسماعيل أحمد، من النوع اللي وانت بتتكلم معاه تحس ان دماغه دايما سابقة سنه. خطوته سريعة وأفكاره أسرع من الزمن اللي حواليه، ومن زمان وهو بيحب يفك ويركب ويجرب ويغلط ويعيد من تاني. عمره ما كان بيخاف من الفشل، ولا مرة قال لنفسه يمكن معرفش، بالعكس كان دايما يقول لنفسه طيب ما أجرب، يمكن تنجح ويمكن أطلع بحاجة جديدة. ومن يومها بدأ يعمل مجسمات صغيرة وابتكارات بسيطة، حاجات يعني كلها من البيت ومن حاجات مهملة. ورغم كده عمره ما بطل حلم ولا وقف عند حدود إمكانياته. في تانية ثانوي قرر ياخد خطوة محدش خدها قبل كده. وسط زحمة الدراسة والدروس والامتحانات قال لنفسه أنا هعمل عربية كاملة تشتغل وتتحرك، لكن مش هشتري حاجة جاهزة، مش هطلب تمويل ومش هستنى مساعدة، أنا هعملها بإيدي من أول مسمار لحد آخر قطعة. جمع 5000 جنيه من مصروفه والفلوس اللي قدر يوفرها في سنين، وراح على محلات الخردة ألف في كل حاجة قديمة ومركونة، وجمع القطع وبدأ الشغل واحدة واحدة. اشتغل على الهيكل وركب الموتور وابتكر نظام بسيط يخلي العربية تمشي، وفعلا نجح في انه يعمل عربية صغيرة تمشي، بس مش زي اي عربية. العربية دي مش بتشتغل ببنزين ولا سولار. اسماعيل فكر في حاجة مختلفة، فكر في البيئة وفكر في التلوث، فكر في المستقبل، وقال ليه ما نستخدمش الطاقة الشمسية وبدل العادم والدخان يبقى فيه شمس وهواء. قرر يضيف للعربية نظام طاقة شمسية وأجهزة بتشتغل بدفع الهواء، نظام شاف فكرته في أجهزة تانية وقرر يطوره علشان يشتغل في عربية. وفعلا بقى عنده نموذج متكامل بسيط، بس فيه فكرة جبارة، عربية بتشتغل بالطاقة النظيفة ومن غير أي عادم ولا تلوث ولا صوت ولا مصاريف وقود. راح قدم النموذج في معرض العلوم والهندسة التابع لمديرية التربية والتعليم بقنا، ووقتها الدنيا اتقلبت. النموذج شد الأنظار والمشروع خلى ناس كتير تتكلم. المحافظ شافه والدكاترة اتكلموا عنه، وإسماعيل واقف وساكت مش بيتكلم كتير، سايب شغله هو اللي يتكلم عنه، وساكت علشان هو أصلا مش مستني حد يسقف له. هو بيشتغل لأنه بيحب يشتغل، وبيحلم علشان هو شايف قدامه حاجة محدش شايفها في ولد تاني. أبوه وأمه واقفين جنبه طول الطريق، مش بس دعم نفسي، لأ كمان دعم فعلي، بيساعدوه في كل تفصيلة وبيشجعوه وبيقفوا في ظهره وبيفرحوا بيه وبيقولوا له كمل. إسماعيل حلمه يدخل كلية هندسة قسم ميكانيكا، مش علشان شهادة ولا لقب، لكن علشان عايز يفهم أكتر ويطور ويخلي النموذج اللي عمله عربية حقيقية تمشي في الشوارع، ويمكن كمان تتباع، ويبقى في يوم من الأيام عندنا عربية مصرية صديقة للبيئة ومتطورة وبتتعمل بإيدين مصرية. إسماعيل بيقول إن النموذج لسه محتاج تطوير ولسه عنده تفاصيل كتير عايز يشتغل عليها، لكن اللي عمله لحد دلوقتي مش بسيط ومش قليل، ده خطوة حقيقية لحد عنده طموح مختلف وشغف ما بينتهيش. هو ما قالش أنا صغير، ولا قال مفيش إمكانيات، ولا قعد يستنى حد يدعمه من بره. هو بدأ بنفسه بفلوسه القليلة ومن سن صغير لحد لما كبر، وفضل مكمل في طريقه بإصراره اللي ملوش سقف.